من النهارده هتعملي هريسة الشطة الأصلية اللي طعمها خطير، هتفرق في أكلك جدا وهتديله إضافة ممتازة. الأول هنسمي بالله ونصلي على الرسول، وبفكرك لو بتشوفنا لأول مرة يا ريت تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الإشعارات للكل عشان يوصلك كل جديد. بص يا ست الكل، احنا هنتكلم على كيلو من الفلفل الأحمر. أنا معايا هنا كيلو من الفلفل الأحمر، ده مش حر، اللي هو الحباية الكبيرة شوية دي مش حارة، بنضفها من البذر. ممكن تجيبي الفلفل اللي هو الفلاحي العادي، يعني مش شرط تجيبي ده. هتغسلي غسلة كويسة وتنضفيه من البذر، وهتقطعيه وتحطيه في الكبة بالشكل ده. وهتضيفي عليه عشان برضو يكون حراق شوية، هتضيفي عليه الشطة الحامية الحمراء اللي هي زي كده، دي الكمية اللي انت عايزاها. لو حباها حراقة قوي هتزودي في الكمية، حباها نص نص برضو ايه تحكمي في الحرارة بتاعتها براحتك. هتقسميها نصين، ودي هتسيبها بالبذر ويفضل يعني، بس اهم حاجة تبصي فيها من جوه عشان تتأكدي ان الحبة الشطة نضيفة. هتحطي على كيلو الفلفل الأحمر ربع كوباية من الخل، وهتحطي عليهم يعني تقريبا كده ايه، قولي نص كوبايه من التوم يا ست الكل. تمام. وبعد كده هتقفلي الكبه بتاعتك. ما شاء الله بقينا كلنا في البيوت عندنا كبه، ربنا يوسع رزقنا ورزقكم جميعا يا رب، ويرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب. اضربي بقى، افرمي، خليها ناعمه، وتحكمي برضو في درجه النعومه او ان هي تكون خشنه شويه على حسب ما انت بتحبي. انا هضرب كويس، وفي وسط الضرب كده بتفتحي الكبة تنزلي اللي على الجوانب علشان خاطر تتأكدي ان كل الكمية ما شاء الله نفس النعومة يعني. الله الله، احنا لسه ما ضفناش غير الشطة والثوم والخل، بس انا عن نفسي بعشق هريسة الشطة. حلوة قوي، تقدري تستخدميها في تتبيلات كتير، وتقدري تستخدميها في حاجات كتير هنستخدمها مع بعض ان شاء الله. خلاص نعم بقى، على قد ما تقدري زي ما انت حابة. ما شاء الله. انا على فكره لما باجي اعمل هريسه الشطه دي بعمل كميه كبيره يعني. انا كنت عامله كميه فعلا كبيره ما شاء الله، عامله 3 كيلو. بس طلع الفيديو ما بيصورش، فقلت بقى ايه انزل لكم مقطع صغير كده. المهم بعد كده، بعد ما ضربتها ونعمتها، هتجيبي طاسه على النار وتحطي فيها نص كوبايه من الزيت، وتسيبي الزيت يسخن حلو قوي. وتروحي طشه بقى الهريسه اللي انت ضربتيها وتقلبيها في الزيت. وهتحطي عليها معلقه كبيره من البابريكا، وكمان هتحطي معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة. قلبي تقليبة حلوة كده، وهتحطي نص كوباية من الملح، وهترجعيها على النار وتسيبها تغلي غلوة واحدة بس. ممكن تعملي هرسة الشطة نية، اللي هو تضربيها وتضيفي عليها المكونات دي كلها، بس اهم حاجة ما تضربيش الزيت مع الشطة. لو ضربت الزيت مع الشطة في الكبة لونها بيفتح شوية. هنا بقى الهريسة كانت غليت غلوة واحدة بس. هديها تقليبة وسيبها تبرد. واول ما تبرد بقى انا بفضيها يا اما في برطمانات زي كده وفي الفريزر عادي ما بيجراش حاجه خالص، يا اما في علب اللي هي العلب التفريز اللي هي الصغيره دي. بصراحه يعني انا بحب العلب دي، استخدامها بيكون ايه سهل كده، والكميه فيها بتكون حلوه قوي. بألف هنا وشفا اللي هيجرب هريسة الشطه، وان شاء الله تعجبكم.